في يوم من أيام الشتاء القارس كان الطقس باردة جدا. وجدت أخي يقول لي: أنا أشعر بالبرد. وبالفعل كانت الأرضيه باردة للغاية. سألني: هل يمكنني أن أنام على السرير بجانبك؟ كل واحد في طرف أجبته: لا بأس، تعال. فقال لي: أتمنى إلا تنزعجي، لكني أشعر ببروده شديده وأحتاج إلى بعض الدفء. وهكذا جاء ونام بجانبي. مرحبا يا أحبتي، كيف حالك؟ ما أتمنى أن تكونوا بخير. ما رأيكم إن أحكي لكم قصتي اليوم؟ أنا ولاء، عمري 18، سنه فتاة وحيدة وجميله. لطالما تمنيت أن يكون لي أخوه والدي قبل زواجه من أمي. كان متزوجا من أمراه أخرى وأنجب منها ولدا. هذا الولد أكبر وأصبح عمره الآن 20 سنة، وكان يعيش مع والدته التي فضلت أن يبقى معها في بيت أهلها، بينما كنت أعيش مع والدي. ووالدة يامي لم تنجب غيري، وكنت كثيرا ما أتمنى أن أعيش شعور وجود أخ أو أخت بجانبي. سبحان الله، شاءت الظروف أن يأتي أخي هذا ليعيش معنا، والسبب أن أخي كان كثير المشاكل يسبب المتاعب لوالدته وحتى لجده، ولهذا طلب جديما والدي أن يأخذ ابنه ويعيش معه، وقال: لهل قد كبرت في السن وتعبت، ربيت لك 20 عام والآن حان دورك لتتحمل مسؤوليته. نحن لم نعد قادرين على احتماله. وفعلا جاب أخي مع والدي ليعيش معنا، لكن أمي لم تكن راضية أبدا، ودائما ما كانت تفتعل المشاكل مع والدي بسبب هذا الأمر. ومع ذلك أصر والدي قائلا: لن أترك ابني أبدا، يكفي، إنه تربى بعيدا عني كل هذه السنوات، لا يعقل أن أتركه الآن يضيع أو ينام في الشارع وأنا والده موجود. أمي كانت خائفه علي منه لانهبل نسبه لها شخص غريب. إما أنا فكنت سعيدة هجدا لأنه سيعيش معنا، فقد كنت أتوق إلى أن أشعر بمعنى الإخوة، أن يكون لي أخ يحبني وأحبه، يخاف علي وأبادله نفس الشعور بينما كانت. صديقاتي يروين لي حكاياتهن مع إخوتهن. كنت استمع بشغف وأتمنى لو أنني أعيش تلك المشاعر لذة عندما جاء أخي ليعيش معنا. امتلأت قلبي يفرح، لكن أمي بقلقها المعتاد لم تكف عن تحذيري: ابتعدي عنه، فهو شاب تربى بعيدا عن ويلن، نعرف ما الذي يحمله. كانت تراقبنا بعين لا تنام، مما جعلني أحيانا أشعر بالضيق والتوتر، لكن الحقيقة كانت مختلفة، فقد وجدت فيه روحا مريحه تحب الدعابة والضحك. بعد أن يخلد والدي إلى النوم كنا نختص اللحظات في الصالة، نتبادل الأحاديث ونغرق في الضحك مشاهدة الأفلام. بيتنا الصغير المكون منغرفتين، وصاله ومطبخ ضيق لم يكن فيه مكان خاص لاخي، فكان ينام على كنبه الصالة ويضع أغراضه في دولابي. كنت أعتبر تلك اللحظات الهادئة فرصه لاكتشاف عالمه، وهو بدوره كان يشاركني تفاصيل حياته. كنت سعيدة جدا، شعرت أنني أخيراً امتلكت الأخ الذي حلمت بها أحياناً أثناء مشاهدتنا للأفلام. كان يضعده على ظهري أو يحيطني بذراعه، فأشعر بدفء حنان لم أعرفه من قبل. إحساس الأخوه الذي طالما افتقدته. مع ذلك كانت بعض تصرفاته تثير في شيء من الغرابة. مثلا كانت طريقتها في تمرير يده على ظهري تتركني في حير، لكنني كنت أهدئ نفسي. لابد أن هذه طبيعها العلاقة بين الأخوه خاصة، إنني لم يكن لي أخ من قبل. كنت أتذكر ما ترويه صديقاتي عن مداعبات إخوتهم، فاطمئن إن كل شيء على ما يرام، إلى أن جاءت تلك اللحظة في المطبخ حين حاولت الوصول إلى كوبا على رف مرتفع فاذا به، يرفعني بين ذراعيه ثم يضعني على الأرض. شعرت بالدهشة والخوف في أن واحد، على الرغم من أن الموقف أكد لي أنه سند لي الآن شيئا في داخلي ارتبك خاصه، وأن مثل هذه التصرفات أصبحت تتكرر. لم أعد قادره على تفسير إحساسي. هل هو شعور جميل بالأمان؟ أمان؟ هناك شيء آخر. كنت أنزعج أحيانا ثم أعود وأقول لنفسي: ربما لا بأس، قد يكون مجرد مزاح بين الأخ وأخته. حتى جاء يوم كان نجلس فيها معا على الأريكة، فقال لي: لقد تعبت من النوم، هنا ظهري يؤلمني من كثر النوم على الأريكة، هل يمكنني أن أنام فيغرفتك على الأرض بينما أنت على السرير؟ فجبتها لا بأس، سافرش لك مكانا على الأرض. وأخذتها للغرفة وجهزت له فراشا بسيطا. هناك ثمنمت أنا على السرير وبصراحه نومي، بطبيعتي غير منتظم.
أحياناً قد تنكشف قدمي أو ترتفع ملابسي قليلاً مثل أي شخص يأخذ راحته أثناء النوم. وعندما استيقظت في الصباح فوجئت بها واقفاً يحدق في ساقي. ارتبكت بسرعه وشددت ملابسي وغطيت نفسي جيداً، ثم سألته: هل هناك شيء؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ فقال: لا شيء، لقد استيقظت للتو وأحاول أن أستعيد وعي. هيا لنفطر. استغربت من المواقف كثيراً، لكنني أقنعت نفسي أن الأمر عادي، ربما لأنه كان نصف النائم ولم يكن مدركاً تماماً لما يفعل. حاولت أن أتجاهل الموضوع وتعاملت معه بشكل طبيعي. ومرت الأيام، وفي إحدى الليالي كان الجو بارداً جداً والشتاء شديد القسوة. قال لي بصراحة أنا أشار ببروده شديده والأرض باردة: هل يمكنني أن أنام على السرير بجانبك؟ كل واحد في طرف. فقلت له: لا باستعالة. فرد قائلا: أرجوك لا تنزعجي مني، لكني فعلا أشعر بالبرد واحتاج بعد الدفء. نام بجانبي على السرير. لكنني تعمدت أن أجعل بيني وبينه مسافة واضحة. كنت حريصة على ذلك حتى لا يحدث أي تقارب. إما إمف كانت لا تطمئن بسهولة. كانت تستيقظ كثيرا في الليل لتتفقدنا، وكانت توصيني دائما: لا تغلق الباب، اتركيها مفتوحا. كانت تراقبنا باستمرار ولها عينا حذره. لا تنام لأنها كانت تخشى علي منتصرفات هوفي. الحقيقة هو مع مرور الوقت أدركت إن كلامها كان صائبا في ذلك اليوم. وجدت أخي يحتضنني بقوة ويضغط علي بشدة وهو يقول: أرجوك، أشعر ببروده قاسيه وأحتاج إلى دفئك، احتضنني. بينما كان يمسكني بين ذراعيه. حاولت تبرير الموقف في راسي، فهو أخي وقد يكون خائف علي أو يشعر بالبرد حقا. وشعرت في حضن هبانه يحب بني. ثم غلبني النوم. لم أستيقظ لم في الصباح لأجد قدمه موضوعه علي. فقفزت مسرعه وقلت له مازحة: ما هذا؟ يا رجل، ابعد قدمك. أم أن هذا الوضع يعجبك وهذه طريقه نومك؟ ثم أسرعت إلى الباب وفتحته خوفا منان. تستيقظ أمي وتجده مغلقا. كنت في حيرة منتصرفات أخي، لا أدري أن كانت بريئة أم تحمل شيئا غير جيد. وبصراحه في ذلك يوم وقعت مشكله كبيرة. عندما عاد والدي من العمل أخبرته أمي بما حدث وقالت له: لا أريد ابنك في البيت، ابنك يريد أن يضر. ابنتي لا يعقلان، ينام شخص في مثل سنه معها في نفس الغرفة. عليك إيجاد حل، إما أن يترك منزل ناو تجد له مكانا آخر. لا أستطيع الاستغناء عن ابنتي ويجب أن أحافظ عليها، فهي ما زالت صغيه وبريئه ولا تعرف شيئا، وهذا رجل لا يصح أن ينام معها. وبصراحه كانت والدتي محقة في موقفها. فاخرج والدي أخي من البيت والآن أشعر بالضيق والحزن، وأخاف أنني قد ظلمت أخي، ولا أعرف أن كانت تصرفاتي معه تجاه شخص بريء لا أدري ماذا. افعل أتوسل لكم يا جماعة أن تساعدوني في إيجاد حل. جاءت احكي لكم قصتي لكي تساندوني في إيجاد الحل. كيف أخرج من تلك الكارثة؟ أرجوكم أن تقدموا لي النصح وتشاركوا آراءكم بكل صراحة، فأنا لا أعرف ماذا أفعل ولا كيف أتعامل مع مشكلتي هذه. أتمنى حقا أن توجدوا لي حلا يا جماعة، وأن تكتبوا لي آراءكم في التعليقات بكل صدق ووضوح، وأبقوا في أمان.